السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة لشواطئ المندرة. المبنى اللي قدامنا دي بوابة المنتزه، وده كمان سور المنتزه اللي على ايدينا اليمين، وده الاتوبيس السياحي. لو حابين جولة كده حلوة بتتمشوا بقى على البحر بالاتوبيس من المندرة لحد المنشية، سعر الفرد فيه ب20 جنيه. لو حابين طبعا تنزلوا في اي مكان على البحر بتنزلوا. زي ما احنا كده شايفين لسه في تطورات وتوسعة الشواطئ. طبعا ده قدام شاطئ الشيراتون، ده شاطئ خاص لسه ما نعرفش كمان سعر التذاكر فيه. ده سور المنتزه زي ما احنا كده شايفينه، وورانا فندق الشيراتون. زي ما احنا كده شايفين مفيش بقى ولا شماسي ولا كراسي، مفيش حد خالص طبعا بسبب التطورات. لسه الشاطئ لسه ما فتحش. الجو حلو قوي والبحر جميل جدا ومفيهوش امواج. شاطئ الشيراتون ده بيكون طبعا شاطئ خاص تبع فندق الشيراتون، وكمان هنلاقي الاسعار طبعا تذكرة بتكون غالية شوية عن باقي الشواطئ. المبنى اللي قدامنا ده المكتوب عليه حرف الاس ده الشيراتون. ده كده الشارع اللي احنا ماشيين فيه. طبعا هيبقى 5 حارات رايح و5 حارات جاي، لكن بوابات الشواطئ لسه ما تلونتش. وطبعا كمان الممشى لسه ما تحطش عليه البلاط زي ما احنا كده شايفينه. ورانا كده فندق شيراتون، وبعدين على يمين الصورة المنتزه وبعديها المعمورة. اما الشاطئ اللي قدامنا ده اسمه جويل المندرة او القوات المسلحة. سعر التذكرة فيه للفرد ب100 جنيه. كان السنة اللي فاتت ب75 جنيه، لكن دلوقتي بقى ب100 جنيه. الشاطئ ده خاص، وكمان في ناس موجودة بتقعد وبتنزل البحر، وفي شماسي كمان وفي كراسي، وكمان موجود فيه دش، وكمان حمامات اللي هي المتنقلة زي ما احنا كده شايفينها اللي هي لونها ابيض فازرق. الشاطئ ده حلو قوي وهادي، وكمان مفهوش ناس كتير طبعا بسبب ان سعره غالي شوية. غير طبعا شواطئ البوريفاج وشواطئ محمود سعيد والشواطئ دي او شواطئ سيدي بشر كمان، فدول بتلاقيها زحمة جدا بسبب ان هي سعرها اقل من الشواطئ الخاصة. بالنسبة لشاطئ جويل المندرة او القوات المسلحة بيكون العسكريين طبعا ليهم سعر خاص، اما المدنيين بيكون سعر التذكرة ب100 جنيه. هنلاقي كمان في شاطئ المنتزه ده جوه المنتزه بتدفعوا الاول من بوابة المنتزه 25 جنيه للفرد، وبعدين هتدخلوا على الشاطئ ب150 جنيه للفرد. يبقى احنا كده عدينا على شاطئ الشيراتون او اللي لسه ما فتحوش، مفيهوش بقى ولا شماسي ولا كراسي، وبعدين عدينا على جويل المندرة سعر الدخول فيه ب100 جنيه. طبعا في توسعات في كل الشواطئ طبعا، بس الشواطئ شغالة هتلاقي بقى معدات شغالة، بس طبعا الناس عادي بتدخل في شماسي وكراسي. طب وفي حمامات متنقلة وفي كمان دش، وفي طبعا شواطئ تانية يعني فيها الدش لسه بيتبنى. بصوا بقى جمال البحر وجو اسكندرية الجميل. هنلاقي هوا حلو قوي وطراوة في منطقة المندرة وعلى شواطئ المندرة. بعد كده هنلاقي شاطئ طحونة المندرة سعره 30 جنيه للفرد، كان السنة اللي فاتت ب25 جنيه طبعا شامل الكرسي والشمسية. هنلاقي برضو فيه حمامات متنقلة، وكمان هنلاقي الدش. ده اللي على ايدينا اليمين ده الدش زي ما احنا كده شايفين لسه بيتبنى. بعد كده هنلاقي شاطئ وانلي المميز، وبعدين شاطئ المندرة العام. سعر دخول الفرد في شاطئ وانلي المميز ب20 جنيه، طبعا السنة اللي فاتت كانت ب15 جنيه ده للفرد. كمان عندنا شاطئ المندرة العام كان السنة اللي فاتت مجانا، بس دلوقتي بقى ب5 جنيه. الفيديو ده مصوره لكم الساعة 9 الصبح. بصوا بقى يعني مفيش ناس كتير على الشواطئ، بس هتلاقوا بقى في البوريفاج وميرامار والشواطئ اللي هناك دي، وكمان شاطئ محمود سعد وجزيرة الدهب هتلاقوا زحمة كتير جدا من اول الصبح، وهتلاقوا كمان ناس بايتة في البحر. ادي الدش اهو مبني لسه بيتبنى، وكمان هنلاقي بقى حمامات المتنقلة، وكمان البوابات لسه ما اتلونتش، وكمان ما اتكتبوش لسه عليها اسماء الشواطئ. كان في شاطئ هنا في المنظرة لذوي الهمم بس اتلغى بسبب التوسعات.
بعد كده هنلاقي شاطئ العصافرة، وبعدين شاطئ البوريفاج وجزيرة الدهب ومحمود سعد، الدخول فيهم ب25 جنيه. لو عايزين بقى تنزلوا اسكندرية والأجواء متكونش زحمة كده والشواطئ متبقاش زحمة، تعالوا في الأيام اللي ما يكونش فيها أجازات، لأن الأجازات بيكون فيها ناس كتير جدا وتلاقوا بقى الشواطئ كلها زحمة. واللي حابب يصطاد بيجي هنا يصطاد بقى مع جو اسكندرية الجميل والهدوء. الجو هنا حلو قوي في اسكندرية وطراوة. بس طبعا تسيبوا في الايام اللي ما فيهاش اجازات، عشان تقعدوا كده ايه براحتكم، والمكان والشواطئ يكونوا كده ايه فاضيين. اللي قدامنا ده كافيه سانتوس، طبعا معروف جدا في اسكندرية. هنلاقي جوه طبعا لسان كده، لسان خشبي، بيبقى حلو قوي كده، بتبقى القعدة جميلة جدا. بتبقى جوه كده البحر. طبعا الشاطئ اللي جنبه ده شاطئ مو بيتش او شاطئ القوات المسلحة. ده شاطئ خاص. وكمان الشاطئ ده حلو قوي. سعر دخول الفرد فيه ب100 جنيه. طبعا في المدنيين عادي بيدخلوا، والعسكريين ليهم طبعا اسعار خاصة. الشاطئ ده شاطئ هادي، شاطئ خاص. كمان مش هنلاقي فيه ناس كتير، مش زحمة زي البوريفاج وجزيرة الدهب او العصفرة. كمان هنلاقي على شاطئ مو بيتش او القوات المسلحة هنلاقي بدلات البحر. زي ما احنا كده شايفين اللوادر والعربيات كلها شغالة كل يوم على توسعة الشاطئ. فتحوا طبعا بوابة البوريفاج كانت مقفولة بسبب التوسعات. وبعدين بقى هنلاقي طاحونة المندرة، وهنلاقي البوريفاج وجزيرة الدهب، وبعدين بقى بير مسعود، شاطئ ميرامار وإدوارد الخراط، وكمان شاطئ سيدي بشر المميز. كده تعتبر الشواطئ كلها مفتوحة ما عدا شاطئ الشيراتون، وكمان الشواطئ الموجودة في سيدي بشر زي شاطئ إسحاق حلمي وإيناس حقي وشاطئ أبو هيف. ودي كانت جولتنا النهاردة على شواطئ المندرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.